السلام عليكم. اليوم مع وصفة موعدكم بيتزا طاجين، لكن كي تشوفيها في الوهله الاولى تبان انه طابت في الفوغ وهي طابت غير في الطاجين. شوفوا كيفاش محمره من التحت محمره من الفوق، هذاك الفرماج دايب. يلا تبعي معايا الاخير تكتشفي الطريقه، وواحد السر رائع يعطيك نتيجه مذهله. يلا تبعي معايا للاخير. اذا راح نبدا بالعجينه هي الاولى. عندي هنايا كاس تاع الحليب دافي اللي راح نزيد عليهم ربع كاس نتاع الزيت، ونزيد عليهم مغرفه كبيره نتاع السكر مع مغرفه كبيره نتاع خميره الخبز، نضيفهم مع الخليط تاعنا، نخلط كل شيء مع بعض. اللي راح نزيد عليهم كميه نتاع الملح هكذاك بالتقريب، واحد المغرفه صغيره نتاع الملح تاع قهوه. بعد هنا واش ندير شويه فرينه. العجينه ساهله كما رانا نشوفوا فيها، وندير معاهم مغرفه صغيره نتاع خميره الحلوه اللي هي نص كيس، ونبدا نلم في العجينه تاعنا. ندير الفرينه ونلم حتى تتلم لي، ندلكها غير شويه ونخليها تخمر. بعد ما لميت العجينه نحكمها لهنا في بلون دو طرافاي تاعنا، وندلكها 2 دقائق 3. في الاول شوفوا تشوفوها انها تتلصق، من بعد غير ندلكها رايحه تشد روحها وتولينا رطبه. اذا هاي العجينه تاعنا، شوفوا فاش تلمت لي، مام العجينه في يدي كامل يتنحى، دلكيها فقط. من بعد هنا نحكم العجينه تاعنا، ندير لها شويه نتاع الزيت، اذا ونغطيها ونخليها على الاقل 30 دقيقه، نعطوها وقتها تخمر باش البيتزا تاعنا تجينا خفيفه وطالعه. بعد ما خليتها هكذاك نص ساعه، خليتها 30 دقيقه، نحكم العجينه تاعنا. شوفوا معنا كيفاش خمرت، نرفدها فقط ونقسمها على 4. دوك هذا المقدار يدير لنا 4 خبزات. اذا نقسمها على 4 ونشكلهم خبيزات بهذه الطريقه، ما تجي ما تلصق وتجيك سهله في الخدمه. اذا نكورهم في 4. اذا نديرهم هكذا في طبسي، ونعاود نغطيهم على الاقل 10 دقائق يعاودوا يرتاحوا لنا باش الخدمه تجينا سهله. بطبيعه الحال لازم نغطيهم ونخليهم يرتاحوا. من بعد ما ارتاحت لي العجينه خليتها هكذا واحد 10 دقائق. شوفوا عاودت خمرت لي. نحكم كره. اليوم راح نستعملوا ورق الطهي، لازم. انا اليوم راح نقول لكم باللي لازم تستعملوا ورق الطهي، هكذا راح يساعدكم في الخدمه. واللي تقدر يعني قادر على شقاها ترفدها وتطيبها ما تستعملش ورق الطهي. ندير شويه نتاع الزيت هكذا في يدي، ندهن شويه هكذا ورق الطهي تاعنا، ونفتحها على شكل دائري غير بالعقل، يعني قسم قد ما تخليها ترتاح مليح. اذا نفتحها وفتحيها رقيقه هكذا باش ما تجيناش خشينه بزاف. واللي تحبها خشينه تخشن. عندي هنا صوص طوماط اللي كنت وجدتها معكم شحال من مره. ثوم، طوماطيش مصبره كي يتقلاو لنا مليح، ندير لهم طوماطيش مسكرفجه، ملح، فلفل كحل، شويه تاع الكمون، شويه تاع القزبر يابس ومطحون ومعدنوس. كي يتقلاو مليح ندير لهم شويه نتاع الماء ونخليهم حتى يعاودوا يتجمروا لنا، ونطفي عليها. نمشي هذيك لاصوص طوماط مليح مليح على الوجه تاع البيتزا تاعنا. من بعد راح ندير هنا عندي شويه تاع الطون. دوك هنا ديري طون فيون داشي، ديري دجاج يكون عندك طايب من قبل، ما ديريش كامل. دوك كل وحده وعلى حسب الرغبه تاعها واش عندك في دارك. اذا ندير لها هكذا شويه تاع الطون، يعني رايحه نمشيه، نديرو شويه شويه. عندي لهنايا
موتزاريلا والشيدر. ديري الفرماج اللي تحبيه واللي يخرج عليك. دوك انا حبيت نخلط باش يجي الشكل تاعها شباب. نبدا بالموتزاريلا هي الاولى. نعرفوا ان الموتزاريلا يعني ما عندهاش البنه، على هذا نحب نخلط لها شويه تاع الشيدر. الشيدر فيه الملوحيه وفيه البنه، لكن هذا يعطينا هذاك القوام الشباب وكيدوب يجي هايل. نزيد له شويه نتاع الشيدر. من بعد هنا واش ندير؟ نخليها على جهه، ماشي راح نطيبها درك، غير 5 دقائق برك. قيس ما يسخن لي الطاجين. ندير الطاجين تاعي يسخن ولا مقله عندك ثقيله اللي رايحه نرفدها للخبزه تاعنا. عندي هذه ولا مدوره ولا اللي عندك. شفتوا شحال مليح ورق الطهي؟ على هذا اللي كما سبق ذكرت لازم ورق الطهي. نخليها على جهه ونخدم الخبزه الثانيه بنفس الطريقه. من بعد في الطيب كيفاش نطيبها؟ ديري طاجين ولا مقله ثقيله، النار تكون قليله، نقصي النار تماما هكذا باش نخلوها طيب في غرضها. نهبط الخبزه تاعنا، شوفوا شحال تجي سهله. يعني خرجتو في رايي لازم ورق الطهي. ونغطيها بغطيوه، تكون عندك غطيوه كبيره نغطيها ونخليها طيب على نار قليله. اذا ها هي خليتها حتى شفتها طلعت. شوفوا كيفاش طلع لي البيتزا. لاحظوا معايا، راح نقرب لكم الصوره باش تشوفوها عن قرب كيفاش. شوفوا كيفاش تنفخت. غطوها فقط باش تحصلوا على هذه النتيجه. من بعد هنا واش ندير؟ راح نشوفها من تحت لانه شميت ريحتها انه طابت، راهي طايبه ومحمره. شوفوا معنا دوك رايحه نحيها. كيفاش نحيها؟ نعاود نرفدها بالورق الطهي تاعها ونديرها في نفس اللوحه، ولا بديها بيدك عادي. كي طيب رايحه تجي سهله. ندير الخبزه الثانيه طيب بنفس الطريقه، نقصي النار ونغطيها ونخليها. من بعد رايحه نديرها على شبايك احسن هكذا باش ما تعرقليش. دوك انا تبان لك من الفوق ماهيش طايبه، هي راهي طايبه. دوك هنا واش ندير؟ لاحظوا معايا، عندي هنايا الشاليمو الصغير تاع الكوزينه يعني اللي رايحه نشعلو. نقصلو شويه ونحمر هاد الاطراف بهذه الطريقه تبان كانها طابت في الفوق. وفي الوسط تحت الفرماج ما تخافوش منها، راهي طايبه. تقدري مام الفرماج تحمريه شويه. اذا نحمر كامل العجينه تاعنا في الاطراف. هنا هذه الطريقه مام اللي ما عندهاش فرن راح دير بيتزا وما راحش كامل يعرفوا انها طيبتها في الطاجين. اذا نحمرها هكذا مليح مليح كامل صاير داير. نتمنى اي وحده تشري هكا شاليمو في الدار وتخليه عندها، ولا غير تحتاجيه يعني ديري به التحليه تاعك، تشوطي به الدجاج. شوفوا كيفاش تحمرت لي كانما طابت في الفوق وهي غير في الطاجين. نزيد نحمرها منا، نحمر شويه هذاك الفرماج، نزيد له شويه بهذه الطريقه وكانها حمرتها في الفوق. لاحظوا ما حبيتش نحي لكم من هذه المقاطع هكذا باش تشوفوا كل شيء وتجربوها في الدار، ومتاكده انكم راح تنجحوا فيها وتعجبكم. الوصفه تاعنا اليوم هي معنا واجده بيتزا طاجين محمره طايبه هايله خفيفه طريه. راح نقسم لكم منها هكذا باش تشوفوها كيفاش جاتنا هذه البيتزا. اذا بسم الله. اذا نقطعوها مقرمشه من تحت خفيفه يلا، وتوجديها بالخف. تبعي فقط كامل المراحل اللي درناهم. اذا ها هي معنا بعد ما قسمتها راح نرفد قطعه منها. جات تحفه. شوفوا لي هذاك الفرماج الله الله سايل تحفه. شوفوا من تحت كيفاش جاتنا محمره وطريه، يعني في نفس الوقت محمره
من برا وطريه من الداخل، رائعه. يلا الحشو دائما يبقى حسب الرغبه، تقدري ما ديري لا لحم لا دجاج غير لاصوص طوماط والفرماج. ما عليكم غير تجربوا الوصفه، راني متاكده انها راح تنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.